ايه كل ده؟ يخرب بيتك، كل ده انا هوديه فين؟ قال له مش قوي كده يعني، مالك اتخضيتي ليه؟ قلت له اتخضيت من اللي انا شفته. هو انا هعمل ايه ولا ايه؟ انت انت كده عايز تعمل فيا حاجة؟ لا 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 يا اخويا، انا مش قدك. قال لي لا، ده انت قد الدنيا كلها. وفجأة لقيته بيدخل الأوضة، وساعتها ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبألف صحة. بصراحة انتوا وحشتوني قوي قوي قوي. قصتنا قصة جميلة وقصة واقعية، وصاحبة قصتنا حكت قصتها عشان تلاقي لها حل. أصل الموضوع بصراحة يخلي الواحدة مننا تفكر، لأن مشكلتها مش عارفة ازاي هي شايفاها مشكلة. دي حاجة حلوة لأي ست في الدنيا، لكن هي شايفاها مشكلة. علشان كده جت وحكتها لي، وقالت لي كمان اعرضيها عندك، وخلي بقى جمهورك الكبير ده قوي هو اللي يقولي على حل اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا قلت لها من عينيا الاتنين، متابعيني كلهم هيسمعوا قصتك ويقولوا لنا بقى على الحل. وعلشان كده جيت دلوقتي، لكن قبل ما احكي عايزاكم تعملوا لايك للفيديو، اشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم تنبيه وإشعار بكل الحاجات الجديدة والحصرية اللي بتنزل على القناة. يلا بسرعة، مستنيين ايه؟ ودلوقتي يا حلوين، يلا بينا كلنا نشوف قصة النهاردة ونبدأ في أحداثها، اللي بصراحة حاجة كده ما تخطرش على بال حد. أنا شهد، عندي 28 سنة، يعني جسمي مليان شوية كيرفي يعني، لكن ست كل الستات اللي تعرفني تشهد لي اللي أنا حلوة. ما بالكم بقى الرجالة؟ اتجوزت من 2 سنين، لكن أنا عندي مشكلة كبيرة، ولحد دلوقتي لسه ما عنديش أطفال، ما خلفتش، ومش عارفة المشكلة من عند مين. ولكن المشكلة اللي أنا بقابلها غير مشكلة الخلفة دي خالص. بالعكس، أنا جوزي يعني سيد الرجالة، كل الستات بتحسدني عليه، خصوصا لما يعرفوا مشكلتي يقعدوا يضحكوا ويقولوا لي دي ميزة مش مشكلة، انتي ازاي شايفاها مشكلة؟ لكن انا هحكي لكم وانتوا تشهدوا. من ساعة ما انا اتخطبت، وكل ما كان يجيلنا زيارة كنت احس ان المسائل اللي عنده كتيرة شويتين. كنت اقول لنفسي يعني ما فيهاش حاجة وده عادي، مع اني ليا اخوات صبيان وابويا ما كنتش بلاحظ الدنيا دي خالص. وفضل الحال كده لحد ما انا اتجوزت، وما كنتش بسأل في اي حاجة، بالرغم ان هو كان بيقعد يسألني بتحب الراجل عامل ازاي، او نفسك ايه اللي يحصل ليلة جوازك، حاجات كتيرة. خصوصا ان احنا كتبنا كتب الكتاب بدري شوية قبل الفرح، وكل ما كنت اقول له عيب الكلام دوت، ما ينفعش تقولي كده، يقولي ليه؟ ده انتي مراتي، ما فيهاش حاجة ابدا اما دردش معاكي في الكلام. وهو ادينا بنعرف طباع بعض، مش انا بكلمك يعني عشان اعرف انتي بتحبي ايه وبتكرهي ايه، ايه اللي مزعلك؟ كنت اقوله لا، عيب الكلام ده، لما ابقى مراتك ابقى قول اللي انت عايزه. وكنت كل مرة اتهرب من الكلام في الموضوع دوت، اصل انا برضو بنت ناس ومتربية، علشان كده بصراحة ما كنتش احب ان الكلام ده يتقالي ابدا. كنت بتكسف، ايوه كنت بتكسف بزيادة، وما كنتش عارفة اعمل ايه ابدا. المهم ان الموضوع ما كناش بنفتحه، كل ما هو يفتح الموضوع انا اتهرب منه. وفضلنا بقى كده لحد ما جه ميعاد الفرح وحددناه، والفرح كان حلو، كنا بنرقص ومبسوطين، وكل الناس كانت فرحانة بيا قوي. واحنا بنرقص سلو مع بعض
كل شوية يقولي أنا نفسي الفرح يخلص بأي طريقة، أنا عايزة أروح بيتنا دلوقتي. كنت أقوله اعقل، انت مالك مستعجل كده ليه؟ يقولي ما تروحي هتعرفي. وفضلنا كده لحد ما الفرح خلص، وبعدين أهلي وأهله وصلونا على بيتنا، وماما دخلت معايا عشان أغير هدومي، وقعدت تقولي لازم تسمعي كلام جوزك، وفضلت توصيني كام وصية كده، وفضلت تقولي على شوية حاجات أعملهم، وأنا ما كنتش فاهمة، أو بمعنى أصح تقدروا تقولوا كده. الموضوع يعني كان بالنسبة لي يعني بصراحة كده ما كنتش بحب يعني ان انا افتح اي موضوع خالص. وفعلا بعد ما غيرت هدومي وماما نزلت واهله نزلوا، قعدنا مع بعض، واول ما دخل الاوضة عملت حجة ان انا جعانة وعايزة اكل. فعلا قام قال لي خلاص تعالي نطلع ناكل لقمة سوا. طلعنا بره، قعدنا ناكل سوا، وبعدين قلت له انا عايزه اتفرج على فيلم. قال لي وبعدين بقى، هو ده وقته؟ هو انت عيله صغيره؟ بقولك ايه، تعالي نتفرج على التلفزيون اللي في اوضتنا. ما كنتش عارفه اهرب من الموضوع، وفعلا دخلنا الاوضه واتفرجنا على فيلم عربي قديم. لكن بعد كده اتفاجئت باللي هو وراهولي، وانا وقتها اتخضيت، ما كنتش مصدقة. المنظر كان صعب، حاجة كده طويلة قوي زيادة عن اللزوم، وانا ما كنتش عارفة اعمل ايه. اليوم ده عدى بأعجوبة، واللي حصل خلاني ابقى كاره الموضوع بصراحة. هو كمان بيطول قوي وحاجات كتير، وانا اكتشفت في الليلة دي اني ما احبش الموضوع ده ابدا، ماليش تقل عليه. وكل يوم طبعا ده عريس جديد عايز الموضوع يحصل وكتير، وانا ما كنتش عايزة الموضوع يحصل اصلا، لكن ما كنتش عارفة اعمل ايه ابدا. وفضل يوم يجر يوم، يجر اسبوع، يجر شهر، لحد ما قعدنا مع بعض 2 سنين. لكن عايزة اقول لكم ان كل مرة بيحصل الموضوع ده كأنه بيحصل لأول مرة، نفس التعب والحاجات اللي بتحصل لي، وانا مش عارفة اعمل ايه. حاولت كتير قوي اني اقوله ان انا مش حابة كده، لكن هو زيه زي اي حد متجوز، انا مش عارفة الوم عليه، لكن في نفس الوقت مش عارفة اعمل ايه. لدرجة ان انا قلت له روح اتجوز واحدة تانية، وانا يا سيدي هفضل معاك. قال لي لا طبعا، اتجوز واحدة تانية؟ يا بنتي ده انا اعتبر لسه عريس، انتي ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ايه اللي مخليكي مش حابة الموضوع ده؟ انتي اي ست في الدنيا تتمنى اللي انتي فيه ده. انا مش فاهمك بصراحة. كنت اقوله اي ست تتمنى كده ليه يعني؟ الموضوع اصلا انا مش حباه، وانا مش عارفة هي المشكلة مني ولا منه، العيب في مين فينا اصلا. علشان كده بطلت بصراحة اتكلم في الموضوع. ايوه، بطلت اتكلم في الموضوع ده خالص، اصل انا مش عارفة ايه اخرتها. وعلشان كده اخر ما زهقت وغلبت جيت لكم وحكيت لكم قصتي، وانتوا بقى تفيدوني وتقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا طبعا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس، وهستناها في اسرع وقت.